اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجكم التالتة شويه وش مع دكتوره مي نجيب. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن الافكار السلبيه وليه هي بتستحوذ على جزء كبير من المخ ومنا، وليه دايما الحركه بتاعت الافكار السلبيه بالنسبه لنا بتكون سهله، لان ده ميكانيزم ربنا عامله جوانا علشان نتجنب الاخطار. النهارده هنقول ليه ازاي نتغلب على الافكار السلبيه دي ونحولها لايجابيه. اول حاجه ابطل اقول لازم. يعني ايه؟ اول حاجه لازم ابطل اقول لنفسي لازم اخس، لازم اكل اكل صحي، لازم اروح الجيم، لازم ولادي يبقوا احسن اولاد، لازم ابني يدخل الكليه الفلانيه، لازم اجيب العربيه الجديده، لازم كلمه لازم دي بتحملني انا عبء نفسي شديد ان انا مش قد الحاجه دي. فبتبتدي الافكار السلبيه تدور جوايا ان انا معرفتش احقق. هو الحقيقه مش لازم اخس، افرض ما خسيتش مجراش حاجه يعني. ومش لازم اروح الجيم كل يوم. لكن الجمله بتاعت لازم دي اقدر احولها باني انا مثلا هحاول اروح الجيم كل يوم، هحاول العب رياضه، هحاول اجيب العربيه دي. انا ما بقولش ان احنا نبطل طموح، لكن بطل اقول لنفسي كلمه لازم بتحملني عبء نفسي شديد، بتخليني انا مثقل نفسيا، وبتبتدي الافكار السلبيه تطلع لما ملقاش لازم دي حصلت. ايه تاني حاجه، الخطوه التانيه اللي لازم اعملها ان انا احاول اتعرف على تلقائيه الافكار السلبيه جوايا. يعني مثلا انا النهارده دخلت صبحت عليهم، مفيش غير 1 أو 2 صبحوا عليا في المجموعه كلها اللي موجوده. هقعد اكتب مع نفسي انا حسيت بايه، الموقف كان صحيح ولا لا، الباقيين سمعوا صباحي ولا الباقيين مثلا كان في مشكله كبيره مخلتهم مركزين فيها محدش قدر يهتم بيها ولا لا. شعوري انا ايه اول فكره جاتني؟ هل شعوري كان احساس بالمضايقه بان انا قليله؟ اكتب افكاري. اول فكره جاتني ايه؟ هل اول فكره جاتني ان انا قليله محدش بيحبني؟ الفكره اللي جاتني هم مش عايزيني في المجموعه؟ الفكره اللي جاتني ايه؟ لو مشيت ورا الفكره دي هبتدي اعرف انا الافكار السلبيه بتبتدي عندي منين، من المواقف اللي شكلها ايه، من الناس، ممكن الناس اللي بتقلل قيمتي، فانا تبتدي دايره الافكار السلبيه جوايا من الموقف اللي بحس ان انا فيه مش متقدر. هبتدي افهم ايه الحاجه اللي انا من جوايا بتلمسني من جوه، فتبتدي تحسسني بافكاري السلبيه، وبالتالي انا بديها فرصه. لما اكتبها هبتدي اعمل الخطوه الثالثه، اللي هي الخطوه الثالثه بتقول ان انا ابتدي احكم على الافكار السلبيه دي. يعني ايه احكم؟ يعني هقعد مع نفسي واقول مثلا الموقف ده هما ما ردوش عليا في الصباح علشان كان في مشكله، وما حصلش قبل كده ان انا صبحت عليهم هما ما ردوش عليا مثلا. فانا ابتدي اقول ايه اللي بيأيد فكرتي ان انا قليله، وايه اللي ضد فكرتي، واقول لنفسي لا، الموقف ما حصلش كده. انا بعمل ايه؟ بحكم على الافكار اللي جاتني التلقائيه او السلبيه اللي جاتني، وببتدي اناقشها جوايا مدى صحتها ومدى خطأها، قد ايه هي غلط وقد ايه هي صح، علشان اشوف هل انا حقيقي الموقف يستدعي كده، او هل انا حقيقي الافكار السلبيه دي حقيقيه، ولا هي من وحي افكاري انا، من وحي احباطاتي او احساسي انا اللي من جوه مش حقيقي. دي الخطوه الثالثه، دي مهمه جدا. والخطوه الثالثه اللي هي حكمي على الافكار السلبيه بعد ما اكتبها في الخطوه الثانيه، بتخليني اقف قدام نفسي واقول الموقف ده مش حقيقي. الخطوه الرابعه هي ان انا ابتدي اشوف احساسي ايه وقتها. انا وقتها كنت متضايق، كنت قلقان، كنت خايف ان هم يرفضوني، كنت حاسه ان انا مرفوض،
ايا كانت مشاعري مش عليا ان انا اقول انا غلطان، انا ما كانش واجبي ان انا اعمل كده، ما كانش المفروض اعمل الموقف ده، انا غلطان، انا ندمان. لا، من فضلك ما تجيش على نفسك قوي كده. اقبل الشعور ده واقبل ان انت عندك ضعف في النقطة دي، لكن هنحاول نغيره. هنحاول نغيره ازاي؟ بان انا بكتب الافكار في الخطوة التانية والخطوة التالتة، ان انا بحاول احكم عليها واعرف مدى صحتها ومدى غلطها. الخطوة التالتة ان انا اقبل شعوري ده واقبل ان انا عندي المشكلة دي واحاول اتعامل معاها، ما اقبلهاش وخلاص، احاول اتعامل معاها واقول لا وارفضها واقف لمشاعري واقول لها لا انت غلطانة، ما كانش المفروض يبقى الشعور كده، او ما كانتش الافكار دي حقيقية وصحيحة. ايه بقى الخطوة الخامسة والاخيرة؟ الخطوة الخامسة ما حاولش ان انا ازرع بدلها افكار ايجابية واقول ان الناس دول لطاف وايجابيين وحلوين ومحدش هيعمل معايا كده، وانا الافكار دي برضو مش حقيقية، لان انا ممكن اتعامل بموقف زي كده بمنتهى البساطة، لكن انا عايزة اقول لنفسي انتي كويسة، انتي مقبولة، انتي محبوبة، انتي الدنيا عادي. يعني حب لنفسي انا مش مستنيه للناس من بره، المفروض يطلع من جوايا ليا انا لنفسي. انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان ما بقاش انا بحط صورة وهمية عن الناس بره، ولما اتخبط فيها ابتدي اقول لا دي مش حقيقة. لا، امشي خطواتك صح. الخطوة الاولى بان انت ما تقولش لنفسك لازم على كل حاجة. الخطوة الثانية بان انت تفكر ايه المواقف اللي سببت لك الشعور ده. امشي ورا افكارك السلبية واعرف بدايتها فين واكتبها. انقد الافكار السلبية دي، قدر مشاعرك، وفي نفس الوقت ما تحاولش تزرع افكار ايجابية مش حقيقية، عشان لما تتحط في الموقف حقيقي تعرف تتعامل معاه وما ترفضش لا الموقف ولا الناس ولا نفسك. دي كانت الخمس طرق اللي هنقدر بيهم نتغلب على الافكار السلبية. وعايزه اقول لك في الاخر خالص لازم تقبل ان انت هتقع وتقوم، هتقع وتقوم. محدش بيقدر يقاوم الافكار السلبيه للاخر، لكن عليك ان انت لما تقع لازم تقوم تاني. دي حلقتنا عن ازاي نقاوم الافكار السلبيه. عايزه اقول لكم هنتقابل المره الجايه مع سلسله جديده وافكار جديده جدا مع شويه وش ودكتوره مي نجيب في تاني قسم.